معاه. وطبعا الهدف يعني الطموح ليا في الفتره الحاليه هو ان شاء الله الحصول على البطوله ان شاء الله، لان زي ما قلت لك احنا في بطوله صعبه، وكله شرع ان كل واحد ان هو بينافس على البطوله، بس ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى واصرار لاعيبتنا والجهاز الفني واهدافنا وحبنا لبلدنا، هو ده ان شاء الله اللي بنفكر فيه ان احنا هناخد البطوله. اما الالقاب الشخصيه بقى كده هي بتيجي الوحيده، يعني بتيجي يعني من وجهه نظري ان انت بتسعى وبتجتهد وبتتعب، واللقب لما بيجي لبلدك او اللقب ان المنتخب بيحققه، بعد كده بيجي اللقب الشخصي ليك اكيد. زي ما حصل في 2008 كلنا الحمد لله حققنا الالقاب الفرديه، نتمنى ان ربنا يكرمنا بالبطوله اولا، وثم ان شاء الله الالقاب ان شاء الله تجيلنا. والله اكيد، لان انا بحط قدامي اهداف وطموح، والحمد لله الواحد بيتمرن. الناس كلها يمكن تعرف ان انا ما بعرفش. مشكلتي ان انا في حياتي ان انا باخد، يعني هي مش مشكله بس ممكن تكون لبعض الناس، بس انا من طبعي ان انا باخد تمريني كانه مباراه. بحط قدامي اهداف وطموح، واتمنى ان ربنا يكرمني زي ما قلت لك بالبطوله دي اولا، وثم ان شاء الله الواحد مش عارف بكره يحصل ايه، بس ان شاء الله الواحد لو بيفضل دماغه وهو بيتمرن كويس وبيحافظ على نفسه وكل حاجه، بيتهيألي ان يبقى ان شاء الله ممكن يكون لنا نصيب ان شاء الله، نكون 2014 ان شاء الله نكون في كاس العالم ان شاء الله. احنا الحمد لله كلنا كلاعيبه وجهاز فني ما فيش عندنا حاجه اسمها يعني لاعب كبير ولاعب صغير، كابتن ومش كابتن. احنا الحمد لله كل واحد عارف مطلوب منه ايه، كل لاعب عارف مطلوب منه ايه في الملعب، مطلوب منه في وقت الالتزام بره الملعب وجوه الملعب. ودي حاجه بتحصل طبعا للجهاز الفني. موضوع ان البطوله صعبه، عشان نتكلم يعني البطوله صعبه قوي قوي، بس زي ما قلت لك عشان ناخد البطوله في 3 حاجات: اهداف وطموح وحبك لبلدك، ده اللي هيدينا الطموح كله ان شاء الله البطوله. بس نحط قدامنا اهدافنا وطموحنا وان احنا عايزين ناخد البطوله زي ما حصل في 2006 و2008. الكره هتيجي، بس الحاجات دي كل المنتخب المتكامل في الحاجات دي بيتهيألي هو اللي ان شاء الله هو اللي يحصل على البطوله. وهيجي بعد كده، فهي الموضوع ما الا حاجات يعني طبعا حاجه كويسه وحاجه شخصيه كويسه وانجاز، يعني حاجه بتحسب لك، ولكن في النهايه مش هو ده الاساس. الاساس هو احنا اللي جايين عشانه هو طبعا تحقيق البطوله. واتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان انا اعمل حاجه كويسه لمنتخب بلدي قبل الارقام وقبل كل الكلام ده كله. احنا كان عندنا هدف اول ما جينا هنا ان احنا نبقى اول المجموعه، الحمد لله خلال اللقاءين دول بقينا اول مجموعه. بالنسبه طبعا للناس في قلق والكلام ده وكده، لا بالعكس خالص، يعني احنا الحمد لله بنأدي بشكل كويس. المباراه الاولانيه ادينا مباراه قويه جدا جدا جدا، فيمكن ده اثر يعني المباراه الثانيه. ودايما لما بتلعب قدام فرق شويه انت ما بتبقاش عارف معالمها، بتتاثر شويه او وطبعا حاله المرض اللي كانت عند بعض اللعيبه عندنا وكده. انما انا شايف اني من افضل المنتخبات اللي ادت ومن افضل المنتخبات اللي ادت بشكل كويس هو منتخب مصر. يعني في منتخبات كتيره كبيره وخسرت، وفي منتخبات كبيره وتعادلت. فانا شايف ان مفيش قلق ولا حاجه، الحمد لله احنا ماشيين كويس. وزي ما انت قلت احنا بنفكر في لقاء بنين، وبعد كده نشوف مين اللي هيطلع معانا في دور الثمانيه، وبعد كده نبدا نفكر فيه ان شاء الله. والله هو بص، انا عايز اسال بعض الاعلاميين اللي بيتكلموا وبينتقدوا منتخب مصر، امال احنا لو كنا مكان نيجيريا او الكاميرون، يعني لو كنا خسرنا مثلا من نيجيريا في مباراه الافتتاحيه 3-1 وهم رايحين كاس عالم، كان زمان اتعمل فينا ايه يعني في اللي بيتعمل ده وبيتقال، سواء على جسم سواء على لاعبين سواء يعني مشكله زيدان. الناس كلها اللي كبرتها وقالت لك مشكله زيدان وان في قبل كده لاعب تاني وعمل، انا نفسي يجيبوا اللقطتين ويشوفوا الفرق، يعني الفرق. وبعد كده زيدان راجل طلع واعتذر خلاص، يعني هم عايزين ان احنا نفتح مجال للقيل والقال ونبدا نعمل مشكله كبيره لمصلحه مين؟ لمصلحه مين يعني؟ انا بسال بعض الاعلاميين. طبعا انا شايف ان المصلحه واحده، ان احنا بنلعب باسم مصر، المنتخب ده هو بيلعب باسم مصر. فانا مش عارف والله، يعني برضه نفس الحكايه اقوال الكابتن حسن اتحرفت ان هو قال ان انا بضم اللاعب الملتزم واللاعب المتدين والكلام ده، رغم ان الكلام ده طبعا كلام يعني هو راجل بيقول انا في حاجتين، لو الفنيات متقاربين من بعضهم في الفنيات فانا بدور على السلوك، وده طبيعي. ده يعني احنا تعودنا واحنا صغيرين ان احنا بنلاقي حاجه في المدرسه كده مكتوب على سور المدرسه رياضه اخلاق، فهي طبعا الاخلاق قبل كل شيء. انما طبعا يعني اتمنى الناس تساند المنتخب، اتمنى زي ما كنا بنشوف قبل كده
اتمنى ان لو في تجاوزات او اخطاء ان نحلها بشكل يعني يعالج بشكل محترم، انما ما نطلعش نصفي حسابات كده بالشكل ده، لان كل الكلام ده بيوصل وبيأثر على نفسياتنا احنا كلاعيبه، بيأثر اكيد على الجهاز، بيأثر اكيد على كل الناس المسؤولين. فاتمنى ان شاء الله مسانده من الناس. ويعني انا بقول والله لو كنا مكان الكاميرون او مكان نيجيريا كان زماننا اتذبحنا دلوقتي، يعني لو كنا خسرنا من الجابون زي الكاميرون ما خسر وهو مرشح لتحقيق البطوله زينا بالظبط ووصل كاس عالم، وفرقه نيجيريا لو كنا احنا اللي مكانها واتغلبنا 3-1 كان إيه اللي حصل فينا؟ رغم ان احنا اول المجموعه كسبنا المباراتين وادينا اللي احنا عايزينه كله. انا مش عارف، انا والله قعدت افكر، يعني حطيت نفسي لو احنا يعني لو اتحطينا في المكان ده كان ايه اللي حصل فينا؟ يعني هل الناس مستنيانا؟ هل الناس مستنيه؟ هل بعض الاعلاميين مستنيين وقعه لمنتخب مصر عشان يبداوا يصفوا حساباتهم وكده؟ فاتمنى ان شاء الله، اتمنى يعني الحمد لله الحاجه لما يحانا، يعني ان احنا فعلا بقول ان 80 مليون ناس طيبين اللي بتدعي ربنا بيتقبل منهم، وان شاء الله باذن الله احنا نقدر نساعدهم ونقدر نحقق لهم كل امنياتهم، لان هم دول في الاساس اللي بالنسبه لنا. اما الناس اللي بتقول وتعيد اتمنى ان ربنا يهدي نفوسها، ويا رب ان شاء الله تساندنا باذن الله. طبعا احنا في بطوله